النهاردة إن شاء الله هناخد تاني درس في التاريخ للصف السادس الابتدائي، نظام الحكم العثماني في مصر. احنا عرفنا في الدرس السابق ان بعد معركة الريدانية اللي هي 1517 أصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهت دولة المماليك نهائيا. يبقى بعد معركة الريدانية اللي حصلت بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة تومان باي، انتهت دولة المماليك وأصبحت مصر ولاية عثمانية. ومن هنا نجح السلطان سليم الأول أن يجعل مصر خاضعة للسيادة العثمانية، يعني مصر بقت تبع الدولة العثمانية، ما أصبحتش دولة مستقلة لوحدها، أصبحت ولاية من ضمن ولايات الدولة العثمانية. طب ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى أن فقدت مصر استقلالها، ما أصبحتش دولة مستقلة وأصبحت ولاية تابعة للدولة العثمانية. طب نظام الحكم العثماني المصري كان عامل إزاي؟ كان نظام عادل ولا نظام ظالم، ولا كان شكل نظام الحكم العثماني في مصر؟ كان نظاما استبداديا. يبقى كان نظام الحكم العثماني لمصر نظام استبدادي، يعني نظام ظالم، نظام غير عادل. طب كده مصر أصبحت ولاية تبع الدولة العثمانية. طب إيه نظام الحكم العثماني في مصر؟ إيه الجهات اللي كانت بتحكم مصر؟ كانوا 4 جهات بتحكم مصر: الوالي أو الباشا، الديوان، الحامية العثمانية، المماليك. يبقى هيئات الحكم العثماني في مصر بتتمثل في الوالي اللي هو الباشا، الديوان، الحامية العثمانية، المماليك. ودي هيئات الحكم العثماني في مصر. هنمسك كل واحدة بالترتيب ونتكلم عليها. أول حاجة الوالي ده يعني إيه الوالي؟ الوالي ده نائب السلطان في الولاية. السلطان مش هو اللي هيجي يحكم مصر، فبيخلي نائب بداله بيحكم الولاية، اللي هو ده الوالي، نائب السلطان في الولاية، بينوب عن السلطان في حكم مصر. طب مكانه فين؟ كان مقر حكمه القلعة، كان بيسكن في أحد القصور اللي موجودة في القلعة اللي بناها صلاح الدين الأيوبي. طب مدة حكم الوالي قد إيه؟ مدة حكم الوالي كانت قصيرة جدا، من عام إلى 3 أعوام، يعني أقل حاجة سنة وأكتر حاجة 3 سنين. طب ليه كانت فترة الحكم بتاعت الوالي قصيرة؟ علشان الوالي لو قعد في حكم الولاية فترة طويلة ممكن أن يستقل بالولاية بعيد عن السلطان العثماني. يبقى بما تفسر مدة حكم الوالي قصيرة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات حتى لا ينفرد بالحكم بعيدا عن الدولة العثمانية. طب مهام الوالي مهمته الوالي؟ الوظائف الوالي الوالي مهمته الإشراف على تنفيذ قرارات السلطان العثماني. أي أوامر من السلطان العثماني مين اللي بينفذها؟ الوالي. يبقى الإشراف على تنفيذ قرارات السلطان العثماني. تاني حاجة إرسال الخراج المفروض على البلاد إلى السلطان العثماني، بيرسل الخراج المفروض على البلاد للسلطان العثماني. يعني إيه خراج؟ الخراج ده ضريبة كانت بتفرض على الأراضي الزراعية وكانت بترسل سنويا إلى السلطان العثماني. مين اللي بيرسلها ومكلف بجمعها؟ الوالي. يبقى الوالي من مهامه إرسال الخراج المفروض على البلاد إلى السلطان العثماني. تالت حاجة من وظائف الوالي الحفاظ على الأمن في الولاية، مسؤول عن الحفاظ عن الأمن والاستقرار في الولاية. رابع حاجة دعوة الديوان للإنعقاد، يعني هو اللي بيدعو للديوان للاجتماع لو في أي حاجة طارئة، حاجة مهمة، هو اللي بيدعو الديوان للاجتماع للنظر في مشاكل الدولة أو أي حاجة بتخص الولاية. يبقى مهام الوالي الإشراف على تنفيذ قرارات السلطان العثماني، إرسال الخراج المفروض على البلاد إلى السلطان، الحفاظ على الأمن في الولاية، دعوة الديوان إلى الانعقاد. طب نيجي بقى للديوان، تاني هيئة من هيئات الحكم العثماني. الديوان ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من كبار ضباط الحامية العثمانية، وبيتكون من كبار العلماء وكبار الموظفين وكبار الأعيان يعني الأغنياء. يبقى الديوان ده جوه مين؟ بيتكون من مين؟ كبار ضباط الحامية العثمانية وكبار العلماء وكبار الموظفين وكبار الأعيان. عامل زي الوزارة بالظبط كده، فيها كبار ضباط الحامية العثمانية، كبار الضباط وكبار العلماء وكبار الموظفين وكبار الأعيان. الديوان ده مهمته إيه؟ الديوان ده مهمته مراقبة الوالي، بيراقب الوالي وبيعرف إنه بينفذ أوامر السلطان ولا لأ. يبقى مهمة الديوان مراقبة الوالي.
نيجي بعد كده لتالت هيئة من هيئات الحكم العثماني، الحامية العثمانية. الحامية العثمانية يعني إيه حامية عثمانية؟ دي فرق عسكرية من الجيش. يبقى الحامية العثمانية فرق عسكرية من الجيش. طب مهمتها إيه؟ الدفاع عن البلاد. يبقى الحامية العثمانية فرق عسكرية من الجيش، مهمتها إن تدافع عن إيه؟ البلاد. نيجي لرابع هيئة من هيئات الحكم العثماني، المماليك. إيه ده، هم المماليك لسه موجودين؟ مش السلطان سليم الأول قضى عليهم؟ لأ، بقية المماليك اللي كانوا موجودين اعتمد العثمانيين عليهم في إدارة حكم الأقاليم. الأقاليم دي يعني المحافظات دلوقتي. مين اللي كان هيحكمها؟ المماليك. طب ليه العثمانيين اعتمدوا على المماليك في حكم الأقاليم؟ لخبراتهم الطويلة في حكم البلاد، لأن المماليك دول قعدوا فترة طويلة جدا يحكموا مصر، فعارفين إزاي يديروا مصر. يبقى المماليك اعتمد العثمانيين على المماليك في حكم الأقاليم بسبب خبراتهم الطويلة في حكم البلاد. يعني لو قلنا بما تفسر، اعتمد العثمانيين على المماليك في حكم الأقاليم لخبراتهم الطويلة في حكم البلاد. طب لو عكسنا السؤال وقلناه بطريقة تانية، ما النتائج المترتبة على الخبرة الطويلة للمماليك في حكم البلاد؟ أدى ذلك إلى إسناد العثمانيين لهم مهمة حكم الأقاليم. أحوال مصر في ظل الحكم العثماني، كانت مصر عاملة إزاي خلال فترة الحكم العثماني لمصر؟ للأسف حدث تدهور في أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. حصل تدهور تام في جميع نواحي الحياة أثناء الحكم العثماني لمصر. فمثلا في الحياة الاقتصادية دي اللي هي بتشمل الزراعة والصناعة والتجارة. في الحياة الاقتصادية حدث تدهور في الأحوال الاقتصادية في مصر أثناء الحكم العثماني. بسبب إيه؟ بسبب إهمال الزراعة. العثمانيين أهملوا الزراعة وما اهتموش بمشروعات الري وما اهتموش بالفلاح وأكثروا عليه الضرائب. كل ده أدى إلى إهمال الزراعة وتأخر في الصناعة. ما كانش فيه صناعات إلا صناعات يدوية وصناعات بسيطة جدا، وكساد التجارة. فبالتالي هيبقى فيه توقف في حركة التجارة، مش هيبقى فيه نشاط للتجارة. يبقى لو قلنا بما تفسر تدهور الأحوال الاقتصادية في مصر في ظل الحكم العثماني، هيبقى بسبب إهمال الزراعة وتأخر الصناعة وكساد التجارة. طب نيجي نتكلم على الحياة الاجتماعية. يعني إيه الحياة الاجتماعية؟ يعني حياة المجتمع المصري. كان الشكل إزاي المجتمع المصري خلال حكم العثمانيين لمصر؟ كان نظام الحكم العثماني لمصر نظام غير عادل، نظام ظالم. ففي أيام حكم العثمانيين لمصر انقسم المجتمع المصري ده لفئتين. كان بيتكون من فئتين: طبقة الحكام، الفئة الأولى طبقة الحكام اللي هي بتشمل الأتراك اللي هم العثمانيين والمماليك والأغنياء، ودول بيتمتعوا بالثروة والنفوذ والمناصب وليهم كل حاجة في البلد. والفئة التانية فئة المحكومين اللي هم المصريين، اللي هم أصحاب الأرض الأساسيين. دول اتحرموا من خيرات بلادهم وعانوا من الظلم واتفرض عليهم الضرائب الباهظة. يعني كانت الحياة الاجتماعية في الحكم العثماني بتفرق بين الحاكم والمحكوم. فالحكام يتمتعون بالثروة والنفوذ، بينما حرم المحكومين اللي هم المصريين من خيرات بلادهم وفرض عليهم الضرائب الباهظة. طب نيجي نتكلم بعد كده على الحياة العلمية والثقافية. برضك للأسف حصل تدهور في الحياة العلمية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني. طب إيه سبب تدهور الحياة العلمية والثقافية في مصر؟ لأن في الأزهر الشريف اقتصر التعليم في الأزهر الشريف على حفظ القرآن ودروس الفقه والتشريع فقط. يعني كانوا في الأزهر الشريف ما بياخدوش حاجة غير القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع فقط. ما فيش أي علوم تانية بتدرس جنب حفظ القرآن ودروس الفقه والتشريع. يعني ولا في علوم رياضية، ما فيش رياضيات، ما فيش علوم الطبيعة اللي هي علوم الطبيعة اللي هي الأحياء والكيمياء والفيزياء. وحدث تدهور الحياة الأدبية، توقف نشاط التأليف. فبالتالي طبعا مفيش أدباء ولا كتاب، فبالتالي هيبقى في توقف في نشاط التأليف والحياة الأدبية. يعني لو قلنا بما تفسر تدهور الحياة العلمية والثقافية في مصر العثمانية، هيبقى بسبب أن اقتصر التعليم في الأزهر الشريف على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع، عدم الاهتمام بالعلوم العقلية مثل الرياضيات والطبيعة، تدهور الحياة الأدبية وتوقف نشاط التأليف. طب نيجي بقى نتكلم على الحياة الفنية. برضك تدهورت الحياة الفنية في مصر العثمانية. طب مصر كان فيها فنون رائعة جدا. كان أيام المماليك ترك المماليك ثروة كبيرة من العمارة والمباني الأثرية والآثار والفنون. احنا عرفنا ان المماليك كان جه عليهم فترة ازدهار وقوة
في الفترة دي كانوا مهتمين بالآثار الإسلامية والمباني وسابوا آثار جميلة جدا. بينما في مصر في ظل الحكم العثماني حصل تدهور واضمحلال وتأخرت الحرف والصناعات. بسبب إيه؟ بسبب إن السلطان سليم الأول قام بترحيل أمهر الصناع والحرفيين إلى أستانا. بعت إلى الأستانة اللي هي عاصمة الدولة العثمانية، بعت لها أشطر الحرفيين والصناع إلى الأستانة عشان يستفيد من إيه؟ من خبرتهم. وتاني سبب في تدهور الحياة الفنية الاستيلاء على الكثير من التحف الثمينة والمخطوطات النادرة. يبقى بما تفسر تدهور وتأخر الحرف والصناعات في مصر العثمانية بسبب قيام السلطان سليم الأول بترحيل أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، والاستيلاء على الكثير من التحف الثمينة والمخطوطات النادرة. طب احنا كده اتكلمنا على أحوال مصر في نظام الحكم العثماني. الأحوال دي أدت إلى إيه؟ نتائج الحكم العثماني لمصر أدى إلى انتشار الفقر والجهل والمرض. يعني عانت طوائف المجتمع المصري من الفقر والجهل والمرض، وساد الجمود والتأخر في كافة نواحي الحياة. ما فيش أي تطور ولا في أي انفتاح على الحضارة الأوروبية، فساد الجمود والتأخر كافة نواحي الحياة. يبقى من نتائج الحكم العثماني لمصر عانى المجتمع المصري من مشكلات الفقر والجهل والمرض، وساد الجمود والتأخر كافة نواحي الحياة. وبكده انتهى الدرس. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.